ولايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين، صلي على الحبيب قلبك يطيب. ولايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. واوعى تنسى تفعل الخير وتتبرع لمستشفى 57 مستشفى سرطان الأطفال. طيب أبدأ معاك سيد الفاضل برحيل إمام مين يا معاذ؟ رحيل أكرم توفيق. رحيل أكرم توفيق أنا طالبت بيه هنا امبارح، وطالبت النادي الأهلي يبقى واضح في قراره، ويبقى ما يلفش وما نلفش ومندور حوالين بعض، وإن الأهلي يحافظ على هيبته وكبريائه، وإنه ما يخضعش لابتزاز تعاقدي أيا كان بقى هو له حق أو ملوش حق أو ما إلى ذلك، وأيا كانت أخطاء النادي الأهلي. ما ينفعش إن واحد تبقى أنت مربيه عندك على أساس إنه من ولادك، وتعالجه وتلعبه وتدلعه وكل حاجة، وفي الآخر يتعامل معاك بهذا الشكل. يتعامل معاك بهذا الشكل وتقول له جود باي جود لك مع ألف سلام. الكلام ده مش أنا اللي بقوله لك، الكلام ده طلع قاله الكابتن عادل القيعي بشكل مباشر في قناة النادي الأهلي دون ذكر اسم أكرم توفيق، ولكن كل الناس عارفة إنه بيتكلم على أكرم توفيق. قال إيه المهندس عادل القيعي؟ قال لك واحد، ما تبكوش على حد، ما فيش حد ما بيتعوضش. ما تبكوش على أبو تريكة اتعوض، الخطيب اتعوض، رمضان صبحي اتعوض، ناس كتيرة مشيت وناس كتيرة بطلت كورة والدنيا مشيت. أنا هقول لك اللي على أكرم وهقول لك اللي الأكرم عشان برضه نبقى إحنا عندنا أمانة يعني. ماشي. قال لك ربنا يشفيه ونلحق ناخد منه ماتشين. أكرم توفيق بعد ما كان بيتكلم في فلوس بالجنيه المصري بدأ يتكلم بالدولار هو وكيله الكابتن نادر شوقي. قال لك في إيه يعني ما ناخد 600,000 دولار، يعني بتتكلم في 30 مليون. ما الأجانب ما إحنا زي الأجانب، هو يبص لديانج. ماشي. إيه فيها إيه يعني؟ ماشي. قال تاني القيعي اللي مش عاوز الأهلي مش من مصلحتنا نتمسك بيه. ماشي. قال لك وانت ليك تمن والاهلي له تمن، يعني اللعب في الاهلي نعمه كبيره، شعبيه، جماهيريه، حب، مستقبل، تاريخ، امجاد، دعم ليك في اي مكان تروح، وتبقى مدرب، تبقى اعلامي، تبقى كذا. طول ما انت مرتبط بالاهلي ده بيجيب لك فلوس وبيكسبك يعني. ماشي. وقال ان الكذب ملوش رجلين، واللي فاهم نفسه اهم من الاهلي. انت اخدت اضعاف ما اعطيت، اللي يديك اعلى من قيمتك عاوز منك حاجات تقل من قيمتك، اللي يعطيك اكتر من قيمتك، دي جمله جميله جدا، عاوز منك حاجات تقل قيمتك. بيشير بقى الى اشارات معينه وهكذا يعني. طب الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان خلاص اكرم توفيق يبالغ في طلباته الماليه. اكرم توفيق انا قلت هنا عده مرات انه وقع لنادي الشمال القطري ومعاه نسختين، ومع المسؤولين في نادي الشمال القطري نسختين. اكرم توفيق كان يجب يتلحق من بدري، لكن خلاص الابواب مغلقه وموصده، والسبب هو رغبه اكرم توفيق في الاستقرار العائلي، وده امر ما نلوموش عليه ابدا مع زوجته في قطر، وده حقه الطبيعي وحقه يعمل فلوس. طب الغلطه اللي عند الاهلي ايه؟ عشان نبقى قلنا ده وده ونستفيد من اخطاء، ونؤكد ان هناك اكثر من اكرم توفيق في الفرقه. في لعيبه زي قفشه مضى على بياض مع سيد عبد الحفيظ وما زال يحصل على 7 مليون جنيه. هذا امر غير منطقي بالمره. انت بتتكلم في 140 الف دولار، لو راح احترف بره مش هياخد اقل من مليون و400 الف دولار، مش اقل من 10 اضعاف. فانت متجاهل. وعلى مدار السنوات الماضيه قلت مفيش حاجه اسمها ترضيه لاعبين، وده غلط. كنت بتعمل ايه قبل كده؟ لعيب شايفه كويس وبيجتهد بتمدد له عقده سنتين وبترضيه وبترفعه للفئه الاولى، بقول الكلام ده على مين؟ بقوله على بقوله على قفشه، بقوله على مروان عطيه، بقوله على مصطفى شوبير. النهارده واحد من افضل الحراس في افريقيا، ليه ما يتعدلوش عقده؟ لعيب ناشئ بقوله على احمد كوكا، انت ما عدلوش عقده، وجيت جاي دلوقتي تقول له عاوزين نمدد لك وعقدك يخلص السنه الجايه. قال لك لا، اما يبقى يخلص بقى. ليه ما يبقى يخلص؟ لانه عاوز يحترف. الفكره فكره انا ما تمسكش ببعض اللاعبين لحد ما هم اللي ينفجروا، ولا ما اضغطش على بعض اللاعبين لحد هم اللي ينفجروا. اللي بيعملوا اكرم توفيق ده اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، لعيبه في الاهلي كل ما بنتكلم في موضوع الفلوس ده يقول لك خلاص سيبهم بقى براحتهم، وقت التجديد اطلب اللي انا عايزه. وفي لعيبه تقول لك طب وقت التجديد ده لسه قدامه كتير، فتلاقي كل شويه الوكلاء جايبين عروض. واخر واحد كان جاي له عروض من السعوديه، وانا واثق مليار المية من ده، وقلت لك الكلام ده الاسبوع ده او الاسبوع اللي فات. ماشي. مروان عطيه وعقوده مع مين؟
مع العروض مع مين؟ مع وكيله احمد يحيى. ولما كلم المسؤولين في النادي قالوا له ما تقولوش، احنا هنجدد له وهنرفعه فوق اولى وهنهتم بيه في المرحله اللي جايه. فانت عندك غلطه، كنت ماشي على منهج والسياسه اللي هي اللعيب اللي يتالق ويبدع بعمل له ترضيه ماليه، لان انا بقوم مدد له عقد موسمين او موسم وارفع له قيمه عقد، فبقى هو كده بيقرب، عارف انك بتقدره، عارف انك بتقدره. اتنين، الغلطه الثانيه اللي عند النادي الاهلي هو اختفاء مدير التعاقدات. ويجب هنا ان احنا نقول احنا اسفين يا توفيق، مش لاكرم توفيق، والله ممكن لاكرم توفيق برضه، ما انت دفعت شاب ان ياخد القرار ده تحت الضغوط النفسيه والعصبيه والماليه والاقتصاديه، واخواته اللي قاعدين يعني احمد توفيق بالنسبه لاكرم توفيق ولا حاجه في الكوره، هم الاثنين جزارين، بس احمد توفيق جزار بيذبح، ده عنده شيء من الكوره، اكرم توفيق بيلعب كوره كويس، لكن احمد ضريب، فاهمني؟ لكن اكرم لعيب كوره، تلعبه باك رايت يلعب، تلعبه وسط ملعب يلعب، تلعبه مساك يلعب، يعني لعيب شكر عنده، مش ناقص غير تلعبه حارس مرمى. ماشي. ايه الغلطه؟ انك ما عندكش مدير تعاقدات. طب ليه يا عم ابو المعاطي مدير تعاقدات؟ وانت على كل شويه تقول له احنا مدير تعاقدات وتقول اسفين يا توفيق، اسفين يا توفيق لامير توفيق والاكرم توفيق. هقول لك ليه. اي حد فيكم في سيستم عمل ودولاب عمل، لو شلت حد من النص، لو شلت مدير المشتريات في اي مصلحه، لو شلت المدير المالي في اي مصلحه او هيئه او مؤسسه، لازم العمل هيختل، لان مفيش اصلا اداره تعاقدات. بتضحك علينا وتقول لنا مروان النائب اللي بقاله سنه ونص شغال اسيستنت لامير توفيق، وامير توفيق انت حبيت تبان انك انت الراجل الشفيف العريف العفيف، فقلت لا خلاص يمشي هو احمد القندوسي عشان نقفل الملف. ما الملف لو في حاجه ما تقولها للناس، لكن انت عليت راتبه وضعفت راتبه 3 اضعاف، ومسكته المدير التنفيذي بعد ما كان ماسكها بالانابه، وما جبتش مدير تعاقدات، وبقت المساله من ساعه الراجل المدير النفسي عماد ده المؤهل النفسي ده وجبته، واخطات في الاختيار ككابتن محمد رمضان، وانت مش عارف تجيب حد، لا مدير كوره ولا عارف تجيب مدير تعاقدات، وهكذا. طب ليه مدير تعاقدات؟ لان ما كناش بنوصل للمرحله دي، ما كناش بنوصل. ليه؟ انت دلوقتي دخلت رئيس النادي في امور تنفيذيه بالنسبه له تافهه، لانه بيرسم سياسات، بيعمل اجتماعات عشان الاستاد اللي هيتبني مع الناس بتوع ساويرس ومحمد كامل وحكايه وروايه، وساويرس هياخد اسم الاستاد اللي هو اورا وهيثم عبد العظيم وبتاع برقم مالي خيالي يبني الاستاد مع بعض المميزات. المساله ان دلوقتي محمد كامل اللي هو بتاع القلعه الحمراء ما مضاش مع الاهلي، فبالتالي ساويرس ما مضاش مع محمد كامل، البيضه ولا الفرخ؟ فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم انك دخلت رئيس النادي شخصيا في تفاصيل مش بتاعته، كان الراجل يقعد يهندل وبتاع مش عارف ايه ويتكلم وبيقوم شغله، ما مدير تعاقدات ما ينفعش اسيب 5 لحد النهارده ما مضوش، سواء الشناوي اللي انا عشمته بال 150 مليون في 3 سنين، سواء اكرم توفيق اللي هو بيقول لك انا عقدي جه وانا باخد بقالي 7 سنين بقالي باخد كذا، واللي جنبي بياخد 10 اضعافي. ماشي. فبالتالي عاوز ادور على تامين مستقبلي وعيالي، وانا عندي اولاد وعندي زوجتين وعندي بيت وعاوز اعمل مشروع، وعندي اخويا احمد توفيق كل شويه الاقيه داخل عليا بشنطه فلوس من بيراميدز، فكده. فدي جريمه اداريه، جريمه اداريه. اما بنكلم الناس المسؤولين في النادي الاهلي، ليه ما بتتكلموش مع كابتن الخطيب؟ قال لك احنا نقدر نتكلم في الكوره، بيخافوا من الكابتن الخطيب. طب الكابتن الخطيب قبل كده كان في المتناول، بيسال وبنقول له، بيسال وبنقول له، ومش انا لوحدي، انا ايه غيري كتير في النادي كان عنده صبر انه يسمع. طب دلوقتي الحاله الصحيه، الضغوط النفسيه والعصبيه، ازمه الدولار، انه مش لاقي ناس اسيستنت عندهم وعي، اكبر خطا ايضا وجود كابتن رمضان في هذه المرحله اللي الصفات دي عند كابتن الخطيب. كان محتاج حد عنده يقظه، مدير رياضي، هات زكريا نصف حطه، عارف عقليتك ودماغك وبقاله سنين شغال معاك وذهنه حاضر وعايش في الكوره وراجل بتاع فيفا بتاع اتحاد دولي وحكايه وروايه. هات هاني رمزي، هات خالد بيبو، هات الكابتن علاء عبد الصادق، هات الكابتن وليد صلاح الدين، هات الكابتن عماد متعب، حط حسام غالي. ده حتى حسام غالي مهمش في المفاوضات، مهمش في كل اللي بيحصل، يعني هو بيقعد يقول رايه وخلاص. طب انا اجيب كابتن محمد رمضان اللي بقاله 30 سنه بعيد عن الكوره، ولا اجيب ناس ليها علاقه بالكوره وعايشه؟ فاصبح الكابتن محمود الخطيب الدنيا عنده غايبه، ولا حد بيقول له حاجه، ولا لا كلام حلو بتاع واحنا بنخلص وبنعمل وبنسوي. طب اللي قاله رمضان واللي قالوه مختار في الصيف ما حصلش، رغم ان احنا وصلنا لنص الانتقالات الشتويه، لا حصل زمان ولا حصل دلوقتي. طب انت يا عم ما ترجع يا عم هيثم عبد العظيم،
ما ترجع هيثم فاروق، سوري هيثم فاروق ايه اللي جاب ايه؟ انا عمال اجيب كل الهيثمات على ما اجيب هيثم عرابي. عجزت يا معاط ولا ايه؟ هرجع هيثم عرابي يا عم. يعني قدامك ناس تقدر تجيبها. استنضف وكيل لاعبين تثق فيه وفي شطارته وفي امانته وهاته مدير تعاقدات. ايه القضيه يعني؟ ما انت عندك ناس مسكوا انديه ونجحوا فيها. مش بتكلم على ممدوح عيد، بتكلم على محمد العاصف الميري، ومعاه ابراهيم بوكايوكو، ومعاه وجون ادوارد النهارده ماسك فاركو ونجح. ماشي. فاللي بتكلم فيه ما هياش المساله انك انت تاخد قرار وتعمل وتسوي، لا، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه، بس محتاج قرار ويقظه. فالناس بتخاف تقول للكابتن الخطيب فين مدير التعاقدات، او فين كذا، او مش عارف ايه، او فين الصفقات او كده. تسال اي حد، ما تيجي تساله في الصفقات عند كابتن الخطيب، والله احنا مالناش في الكوره. مالكوش في الكوره ليه؟ هو انتوا مش اعضاء مجلس اداره؟ هو انتوا مش مسؤولين في النادي؟ هو انتوا مش ناس مقربين منه ومحسوبين عليه؟ ما تكلموه. يقول لك لا ما نقدرش نكلمه، بيزعل لما بنكلمه في اي حاجه. هو يكلمنا ويسالنا، احنا ما نقولش، احنا ما نتطوعش ونتكلم. طب وصلنا لمرحله ايه؟ وصلنا لمرحله ان في لاعب اتضغط عليه نفسيا وعصبيا واقتصاديا وماليا على مدار سنوات لم يتم تقديره وتم تجاهله، فلما جه وقت التجديد قال لك لا يا عم، انا عاوز مصلحتي الخاصه. هتيجي تقول له انت خسران عشان ماشي من الاهلي، هو عارف انه خسران ماشي من الاهلي، بس هو بيدور على المام، ما بيدورش على المجد. بيدرب ان عنده اخواته عملوا فلوس من الكوره وهو ما عملش من الكوره. بيدرب ان هو عنده زوجه عاوز يبقى قاعد جنبها في قطر، وده حقه الطبيعي، ما نلومش عليه. طب احنا بقى غلطنا فين؟ غلطنا انك لا عندك قرار ولا عندك اراده ولا عندك اداره ولا عندك اداره تعاقدات. فلما بنقول احنا اسفين يا امير يا توفيق، لان ايه المانع انك ترجعه طالما ما انتش عارف تجيب بديل ليه؟ طب لو هو امير توفيق عنده اي يعني فساد، هيبقى عنده لوحده؟ هيبقى عنده كل المسؤولين في النادي الاهلي بما فيهم الكابتن محمود الخطيب المشرف على كرة القدم واللي مع امير توفيق في كل المفاوضات. فانتوا بتعملوا ايه؟ انا مش فاهم يعني. فاحنا بنيجي خلاص انا فرمت اكرم توفيق بما فيك ومشيه وما يلزمناش. بس انت عندك بدائل ليه؟ عندك كباكا بديل مميز ليه؟ عندك كريم ندفد اللي ما بياخدش فرصه عشان مؤدب وابن ناس ومحترم وملوش في الشلاليه ولا في كذا ولا في كذا. عندك كوكا، عندك عمر الساعي اللي انت جايبه ب 50 مليون. بس ايه برضه، ايه، نيجي نقول حته تانيه، الخواجه قاطع التواصل بينه وبين الناس، بينه وبين اللعيبه. نيجي نقول اتكلموا مع اللعيبه، اعملوا حاله التواصل بين المدرب واللعيبه. زي ما طلع قال رضا سليم وزي ما طلع قال احمد عبد القادر. رضا سليم قال لك ما حدش بيقول لي ايه اللي ناقصني. دي كارثه ان يبقى عندك لعيبه لا يتم توجيهها، لا يتم توجيهها، فده كارثه. فلازم في امور احنا بنقولها للكابتن الخطيب اهو. ليه؟ لان دلوقتي انت الكيرف نازل، مش الكيرف الفني بس ولا النتائج. يعني فوز اسك فرحنا كلنا، لكن انت اسك مش معيار. اسك حصلت المجموعه لكل الفرق، ما خدش غير نقطه في 5 جولات. سوري، استاد ابيجان ما خدش غير نقطه في 5 مباريات. فمش معيار. لكن المعيار الدخول في دور ربع النهائي، دور الثمانيه، واللعب على البطوله. وزي ما قال كابتن سيد ابو حفيظ، قال لك اللي مشوا ما جاش بدائل اليوم على نفس المستوى. مش محمد عبد المنعم ما جالوش بديل، مش ديانج ما جالوش بديل، مش بيرسيتاو ما جالوش بديل، مش رضا سليم ما جالوش بديل، مش حمدي فتحي ما جالوش بديل، مش مارس موديست ما جالوش بديل. مش مفترض يجي له بديل مع نهايه السنه؟ يجي له اجنبي بديل ليه؟ ده انت لعبت الاول مره القايمه فيها 4 اجانب، ودلوقتي ما فيهاش فيها غير 2 والاثنين مصابين. فكارثه ان ما يبقاش فيه. طب اقول لك على نكته بس ما تضحكش. في ترشيحات جديده من الاجانب تلقاها مستر مارسيل كولر بالامس. قال لك ليه؟ قال لك زودهم يا بيه، لان احنا دلوقتي خلاص في 2 وخلاص عصرناهم ووصلنا معاهم الى اتفاقات، بس هم مش عايزين ايه، يتساهلوا معانا في التقسيط، اللي هو شوارف وايفرتون. ماشي. الباقيين ما فيش حد، فتلقى ترشيحات جديده عشان حسمها. طب دينو لامبرتي مخلص مع الاثنين وابلغ مارسيل كولر. طب في صفقات طارت منك كتير في الفتره اللي فاتت عشان بطء التفاوض وبطء التنفيذ. طب يبقى انت هنا دلوقتي بتدي شهاده براءه لمين؟ لامير توفيق، ان هو ما كانش مسؤول عن البطء ولا عدم الحسم في صفقه محمد بن رمضان. طب لما كان الكابتن الخطيب
منتعش ويقظ والدنيا كويسه، رحنا جبنا وسام ابو علي على طول، وفي اتفاق جبنا وسام ابو علي. تاب سوزا ما كانش في اتفاق، كان كولر عاوزه ولجنه التخطيط مش عاوزاه ولا كابتن الخطيب عاوزه، فيلبسها مين؟ لبسها امير توفيق مثلا. فاحنا اللي بنتكلم فيه، انت دلوقتي صفقاتك انت متفق عليها، قلت لك الاتفاقين الاثنين مع شوارف المالي ومع ايفرتون، خلاص. شوارف 2 مليون يورو ماشي، سداد 130 الف دولار دلوقتي، 70 الف دولار في شهر 8. كابتن الخطيب قال لا، نسدد النص دلوقتي والنص نهايه في اغسطس، و بتاع ده دولار مش يورو، 2 مليون دولار مش 2 مليون يورو، ده اللي راح. ايفرتون احنا موافقين على 1,750,000 دولار، هم طالبين 1,900,000، يعني الفرق 150 ماشي. والتقسيط مليون دلوقتي والباقي في شهر 4. هو قال لا بلاش 4، خلوها نهاية السنة، والمواويل دي كلها. يعني انت واقف على تفاصيل بسيطة، تستطيع تاخد قرار، بس من يجرؤ ان يرفع صوته، او بلاش يرفع صوته، يرفع السماعة ويتكلم الكابتن الخطيب يقول له كده كويس يا كابتن، خلص دلوقتي يا كابتن. مفيش حد يقدر يكلم الكابتن الخطيب. فانت دلوقتي اكرم توفيق عمل حاله من التمرد داخل الفرقه، او زي ما سماها كابتن محمود الخطيب في تواصل مع احد الشخصيات المقربه منه، قال في رباطيه من اللعيب. الكلام ده الاسبوع اللي فات، في رباطيه من اللعيب مش عايزين يجددوا لحد ما يشوفوا نرفع الفئه الاولى لكام. طب هل في وضوح مع اللعيبه؟ يعني هل الكابتن رمضان قاعد معاهم وقال لهم الفئه الاولى كذا وهنحاول نجيب اعلانات كذا، ويا جماعه اللي مش مناسبه ده يقول لي؟ مفيش وضوح. ليه؟ لانك انت عندك محمد الشناوي، لو جددت له خلص الموضوع كله. في الاول بمفهومك كان يقول لك يبقى نشوف الشناوي عشان انتوا ترفعوا الفئه الاولى نبقى زي الشناوي. ما هو الشناوي لو خد 45، واحد زي رامي ربيعه ما بيفتحش بقه، قالوا له مش روح المقاولين، قال لهم حاضر. جت غلطه في المقاولين ما عرفوش يسجلوه، لعب النهارده واساسي وكابتن الفرقه، واحد من المؤثرين في نتائج الفرقه ماشي. ياسر ابراهيم ما بيفتحش بقه بيلعب، بغض النظر عن المستوى الفني. طب اهتزاز مستواه الفني مسؤوليته هو؟ مسؤوليته ومسؤوليه الجهاز الفني. في حاجه يا جماعه اسمها التدريبات التخصصيه، لما اشوف لعيب مقصر في جانب ما اقول له تعال هندي تدريبات تخصصيه على كذا كذا، على الترنات، على الجامب، على مش عارف ايه، على التسديد، على كذا. ابسط حاجه احسسه ان انا مهتم بيه. ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش، ده بيحصل. طب احنا عملنا ايه؟ جبنا بتاع التغذيه وجبنا المؤهل النفسي وكلام بالشكل ده. طب وبعدين؟ ما انت عندك حاجات في الهوم ورك بتاع الجهاز الفني والجهاز الاداري يجب ان هي تتم. جريمه ان احنا ما عندناش مدير تعاقدات حتى الان، وده سبب عدم تنفيذ الصفقات، لانك انت معتمد على وكلاء، مش معتمد على مسؤولين في الاهلي. اللي بقوله ده انا عارفه، اللي بقوله عارفه، وقلت اسامي في الايام اللي فاتت. الوكيل بيعمل ايه؟ كل شويه بيزود عليك شويه، لان من مصلحته ان كل ما الصفقه زادت كل ما ياخد عموله منك ومن التاني ومن الجانب الاخر، ومش وارد يعمل فرق سعر، وارد يعمل فرق سعر، ما دي شغلته وده مكسبه. فانت بتتكلم في ايه؟ لو وكيلك بقى، لو انت عندك مدير تعاقدات بتاعك فامين عليك انت كالنادي الاهلي وكالكابتن محمود الخطيب وكمصلحه الفرقه وكسمعته امام الامم بعد كده، فده مش صح. اللي بيحصل ده كله مش صح، واللي بيحصل ده بره اي اخطاء في اداره التعاقدات في السنين اللي فاتت، لانك دلوقتي فاشل بجداره في ابرام اي صفقه محليه او اجنبيه. فاشل بجداره في ابرام اي صفقه محليه. يعني انا افهم حاجه في ايه؟ يعني كل شويه احنا قلنا على لسان الكابتن رمضان ان لا، وقال الكلام ده كابتن شوبير في قناه الاهلي الرسميه، ان لا انت هتوافق على دول احنا نجيب لك اللي منهم ماشي، غير كده ما تجيش تكلمنا وتقول لنا بلاش ده، هنجيب لك اللي جاهز ماشي. بعد كده خلاص هو احنا هنختار لك، طالما انت موافق على الخمسه دول نجيب اللي فيهم. طب ما جبناش حاجه برضه، طب ما جبناش حاجه. طب نيجي دلوقتي نقول اكرم توفيق وحش. اكرم توفيق وحش لانه باع جمهوره، بس له العذر، له العذر في ان هو عاوز يامن مستقبله. عنده حاجه، شعور ان النادي تجاهله طوال السنوات الماضيه. يعني النظام ايه؟ مش كفايه عالجناك؟ طب ما برضه ده غلط، ده غلط. انت عملت العلاج وصبرت عليه سنتين في العلاج،
بس ما حسنتلوش راتبه، ما قربتش منه، ما وقفتش معاه، ما ساعدتوش نفسيا، ما حدش بيتكلم معاه. في جاب رهيب بين الاسلوب اللي بيتكلم بيه كابتن محمد رمضان وبين اسلوب اللعيبه دلوقتي. وكابتن محمد رمضان للمره المليون شخصيه عظيمه جدا، لكن احنا بنتكلم في الكوره، بنتكلم في الكوره. لا مدير تعاقدات ولا مدير كوره ولا تواصل مع لاعبين ولا. ده انت لحد النهارده مش قادر تجيب عبد القادر، لحد النهارده مش قادر تخلص مصطفى العش، لحد النهارده مش قادر تخلص محمد ربيعه وانت ما عندكش غير 2 مدافعين، والتالت اتفقت على عودته وخلاف بسيط يعرقل عودته وهو يوسف ايمن. هنرجع نلعب محمد هاني سردباك ونلعب خالد عبد الفتاح سردباك وعمر كمال عبد الواحد سردباك؟ ده انت عندك ماتش يوم 26 مع بيراميدز، وكل ماتش دلوقتي بقى ب3 نقاط، وبيراميدز قمه من قمم مباراه الدوري، سواء اهلي وزمالك او اهلي وبيراميدز او بيراميدز وزمالك. خلاص بيراميدز فرض نفسه كواحد من اقوى الفرق على المستوى الفني، بقت مباراته مباراه قمه. طب انت عندك الجونه، بص يا عم الغيابات اللي في الجونه. بسم الله الرحمن الرحيم. والاصابات اللي بالجمله في الفرق. وسام ابو علي قال لك لا، ده دكتور احمد ابو عبله، احمد جاب الله، قال لك غالبا ما يلعبش، لان كان زي ما انا قلت امبارح كان في فحوصات على قلبه، وقال لك ده سليم، وكان عنده ارهاق واجهاد ودرجه الحراره ونقص الميه والحاجات دي. الف سلامه عليه، وكويس ان احنا اطمنا عليه. ماشي. فانت ما عندكش حد يلعب فروت في غياب وسام ابو علي غير سمير محمد. طب كهربا، بعد ما كان كهربا ماشي ورايح ليبيا ولا رايح العراق وما بتمرنش مع الفرقه، لا هاتوه يتمرن مع الفرقه. طب افرض بقى كهربا بكره مع بقى راس حرب، يبقى خلاص ما تمشيهوش، ما تمشيهوش بقى، ما انت محتاجه، ما انت لا جبت محلي ولا جبت اجنبي ولا عندك اجنحه. اعتبره جناح يا سيدي، اعتبره جناح. على الاقل في الجناح هيبقى افضل من لاعبين مدافعين زي كريم الدبيس لما يلعب جناح، وافضل من عمر كمال عبد الواحد اللي مصاب ايضا انه يلعب جناح، لانه اصلا كان بيلعب جناح. ماشي. غايب ايضا اكرم توفيق، قال لك عنده الام اسفل عضلات الظهر وفي اشعه وهيحكموا النهارده ايه اللي هيحصل، وغالبا اكرم بره الماتش. مروان عطيه عنده فتاء في البطن وبياخد له بقاله 3 شهور بياخد ليه مسكنات او حاجات بالشكل ده، وعاوز يعمل عمليه، ولو عمل عمليه يغيب 3 اشهر، فالراجل مأجل عمليه. ده مروان عطيه لعيب الراجل اللي احنا بنحترمه وبنقدره، والاداره لم تقم حتى الان بتعديل عقده كما اعلنت عده مرات. طب عمر كمال لسه ما اتمرنش من ساعه الزحلقه اللي في الحمام وحادثه العربيه، وهو بقى خارج تماما الحسابات يعني، ولن يكون في الماتش. عمرو السولية هيلعب، اشرف داري مش هيلعب. ماشي. وقدامه بتاع شهر. طيب طاهر محمد طاهر من ايام باتشوكا في اصابته في ماتش باتشوكا بقى لنا شهر ونص، اوكي، لحد دلوقتي ما خفش وقال لك قدامه شهر. هل في خطأ في التشخيص ولا خطأ في العلاج ولا خطأ في التأهيل ولا ايه الحكاية؟ محدش بيمسك الملف الطبي يشوف فيه. ما انت عندك لعيبة مميزة مميزة وهكذا. عملية الفتاء بتاخد 15 يوم بالمنظار، طب ماشي اهو. الغالي بيقول لنا هو اكيد دكتور يعني ومشرفنا ومنور. يحيى عطية الله خرج من المستشفى امبارح وعمل عملية ومش قبل شهرين، وانا بقول لك مش احنا في يناير، افتكر يحيى عطية الله في نهاية مارس، في نهاية مارس. رضا سليم بيجهزوا له للسفر فمش موجود في الماتش ايضا، ولا كريم فؤاد. وحمزة علاء خف من البرد وموجود، هيبقى حارس ثالث مع الفرق. بنقول يا جماعة الكلام ده عشان إدارة الأهلي المحترمة اللي بنحبها وبنحترمها وبنقدرها تشتغل على النواقص اللي عندها، تعالج السلبيات اللي عندها، تعالج السلبيات اللي عندها. ما ينفعش كبار المسؤولين في النادي يقول لك لا 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 ما اقدرش اكلم الكابتن الخطيب في الصفقات، هو المسؤول عن الكوره. يا جماعه ليه؟ يا جماعه حد يقول له. طب اعملوا له قاعده مع الاعلام عشان يقول لك. قال لك لا لا برضه لا. لا ليه؟ قال لك لان دلوقتي هو لما بيعوز حاجه يقولها بيبلغها للكابتن شوبير فبيقولها في التلفزيون. قلت لهم يعني حتى دي مثلا ما بقاش كده؟ قال لك لا ما بيبقاش في تواصل، والراجل تعبان صحيا. طب الراجل اللي تعبان صحيا مش مفترض نحط سيستم آلي النادي يمشي عليه؟ بلاش كده. الله يرحمه كابتن صالح سليم كان بيتعالج في لندن والنادي ماشي زي الساعة، لأن كان النائب بتاعه كابتن حسن حمدي بيمشي كل شيء تبع الساعة. طب بدل ندي صلاحيات للمهندس خالد مرتجي اللي هو النائب يبقى يعملها، ندي صلاحيات في الكورة للكابتن حسام غالي يعملها، ناخد قرارات نحل المعضلات السلبية اللي عاملة حالة من الغضب الجماهيري
تجاه إدارة النادي الأهلي المحترمة اللي بنقدرها وبنحترمها وبنشيلها فوق راسنا. لكن الأخطاء والسلبيات دي كارثية على النادي الأهلي، وربنا يلطف. مش هقول تاني رجع سيد عبد الحفيظ، أنا قلت من زمان، سيد عبد الحفيظ حل المشاكل كتير، لكن مش هقول رجع. والكابتن الخطيب الناس سممت ودانه تجاه كابتن سيد عبد الحفيظ، فضل عن سيد عبد الحفيظ خلاص. يعني قال لك خلاص، يعني انا ما اعرفش مشيت ليه ولا اعرف الا ايه السبب. عايز اتكلم معاكم على قصة اكرم توفيق ورحيل اكرم توفيق عن النادي الاهلي. مرحبا بكم جميعا. اليوم نعود اليكم بخبر ساخن يهز اروقة النادي الاهلي واروقة الجماهير المصرية والعربية. اليوم سنعلن لكم رسميا رحيل أكرم توفيق إلى قطر، بالإضافة إلى مفاجأة ضخمة جدا من الكابتن محمود الخطيب وصفقات هامة للفريق. لنبقى متابعين ومتحمسين لمعرفة التفاصيل كاملة. لكن في البداية يا صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم. يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أهتم وكل أحبابكم أجمعين. أكرم توفيق، مقدمة كده عن أكرم توفيق ورحيله. هو لاعب الوسط الديناميكي الذي أصبح رمزا للنادي الأهلي بفضل أدائه المتميز ومهاراته الفائقة. منذ انضمام أكرم توفيق للنادي الأهلي حقق العديد من الإنجازات وساهم بشكل كبير في نجاحات الفريق على المستوى المحلي والقاري. تاريخ وإحصائيات أكرم توفيق مع النادي الأهلي. أكرم توفيق كان ليه حضور قوي في المباريات الهامة، حيث شارك في العديد من البطولات وحقق أرقاما قياسية تجعله واحد من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المصري. من أهدافه الحاسمة إلى تدخلاته الدفاعية المهمة، كان دائما في قلب الأحداث. إيه هي أسباب انتقال أكرم توفيق إلى قطر؟ هناك عدة أسباب دفعت أكرم توفيق إلى اتخاذ قرار الرحيل إلى قطر، من بينها الظروف العائلية لوجود زوجته الثانية بقطر، الفرص المالية المغرية، وأيضا البحث عن تحديات جديدة في مسيرته الرياضية. أكرم توفيق الانتقال إلى الدوري القطري يمثل خطوة هامة في حياته المهنية، ويعد بفصل جديد مليء بالتحديات والنجاحات. ردود، يعني هقول لحضراتكم دلوقتي ردود الفعل الجماهيرية. كانت ردود الفعل على رحيل أكرم توفيق متنوعة. البعض شعر بالحزن لفقدان نجم النادي الأهلي، في حين رأى الآخرون أنه قرار مناسب لمستقبله. على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت العديد من التعليقات والدعوات بالتوفيق ليه في مسيرته الجديدة. مفاجأة الكابتن محمود الخطيب. الإعلان الرسمي. أعلن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب خلال مؤتمر صحفي عن مفاجأة كبيرة للجماهير. هذا الإعلان كان ليه واقع كبير وأثار حماس المشجعين ووسائل الإعلام على حد سواء طبيعة المفاجأة. المفاجأة التي أعلنها الكابتن الخطيب تتعلق بتوقيع صفقة جديدة تعزز من قوة الفريق. هذه الصفقة تمثل إضافة هامة للفريق وستساهم في تحسين أداء النادي الأهلي في المنافسات القادمة. تأثير انتقال أكرم توفيق أو الصفقات على الفريق. المفاجأة التي أعلن عنها الكابتن الخطيب لن تؤثر فقط على الفريق على المدى القصير، بل ستساهم أيضا في بناء فريق قوي للمستقبل. من المتوقع أن ترفع هذه الخطوة من مستوى الفريق وتزيد من فرصة في المنافسات المحلية والدولية. صفقات النادي الأهلي. اللاعبين الجدد.
الأهلي كان نشطا في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع عدة لاعبين جدد منهم إيفرتون دا سيلفا وشوارف المغربي. هذه الصفقات شملت لاعبين من مراكز مختلفة لتعزيز نقاط الضعف في الفريق وتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة. استراتيجية النادي الأهلي: لديه استراتيجية واضحة للموسم القادم، حيث يسعى لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات من خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، ومن خلال التعاقدات الجديدة والتكتيكات المبتكرة يسعى النادي الأهلي إلى تقديم مستوى متميز يتناسب مع تطلعات الجماهير. تأثير الصفقات الجديدة على الأداء: الصفقات الجديدة من المتوقع أن تحدث فرقا كبيرا، يعني لازم تعمل فارق كبير في أداء الفريق. التعاقد مع لاعبين يمتلكون مهارات فريدة وخبرات متنوعة سيساهم في تحسين الأداء الجماعي ويزيد من فرص النادي الأهلي في تحقيق النجاحات. بذلك نكون كده وصلنا إلى نهاية الفيديو النهاردة. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس التنبيهات لتكونوا على اطلاع دائم بجديد أخبار الأهلي وتحليلاته. سنراكم في الفيديو القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.